انت دلوقتي قاعد تتفرج على فيلم رعب وحاسس بالخوف ومندمج وقربت تبكي من كتر الرعب، بس فجأة يطلع مشهد يخلي الرعب ده كله ضحك. فعايزك تتابع الفيديو للنهاية عشان جايب لك 3 لقطات تخليك تعمل حمام على نفسك من كتر الضحك. وما طولش عليكم ويلا بينا نبدأ. مين فيكم ما يعرفش ابو وش طويل ده اللي لازم يرن عليك ويقول لك ملك الموت جاي بنفسه يزورك؟ الراجل ده خلص على رصيد البلد كلها، ما سابش بيت الا وما رنش عليه. المهم صاحبنا ده رن على واحده عشان يعاكسها. الو، مين معاك؟ انا دلوقتي في بيتك. انت مين عايزاه؟ انا عايز اموتك. احيي على المصيبه السوداء اللي انا فيها دي. ايه ده؟ ولا حد واخد باله مني يا استاذ لو سمحت ايدك باينه عند الكنبه. احترمي نفسك يا ولية. انا بتكلم بجد. ايه يوه كشفتيني. طب بص وراك عشان استخبى في مكان احسن. ماشي. ايوه. اوعى. انا فين؟ مش عارفه. كدابه. الحقوني. البت هي وبتجري كانت اي حاجه بتلاقيها بتحدفها. ماوس ليزر خد، كيبورد عربي انجليزي خد، سماعات سبيكر خد. ايه ده؟ هي رمت ست عجوزه ولا مانيكان ده ولا ايه بالظبط؟ بعد ما البت طلعت للدور الثاني لقت بيانو قدامها، قالت له انا عندي لك مفاجاه. بجد؟ خد. اجري يا مجدي. ويا عين على الكاريزما اللي كان فيها، لما كان يرن على اي حد لازم اخلص عليه واخرتها يجري من حته بيانو. ماشي ما علينا ويلا بينا ننتقل للمشهد اللي بعده. ساو الدمية دي موتت ناس بعد شعر راس. المشكلة انه ما بيموتش بطريقة طبيعية، ده عامل منيو بالطرق اللي قتل بها الناس. عد معايا، مرة شفط عيون واحد ومات، مرة خلى راس واحد تلف 180 درجة، مرة دخل حديد في عيون واحدة، وكثير من الطرق اللي موت بها ناس تانية. ونرجع لموضوعنا. صح الدكتور فل ولاعب السلة شاكل في أوضة وكانوا مربوطين بسلاسل، وكان ساو بيكلمهم من التلفزيون وبيقول لهم انتوا دلوقتي معاكم دقيقتين والاكسجين يخلص من الأوضة، حاولوا تتصرفوا. فالاتنين ما كانوش عارفين يعملوا ايه لحد ما لقوا منشار متعلق بشبكة سلة، ولو جابوا الهدف المنشار هينزل. الدكتور فيل قال الحمد لله اني محبوس مع لاعب سلة. شاكل مسك الحجر ورمى الرمية الذهبية. دكتور فيل كان عينيه مش مصدق الرمية الأسطورية اللي رماها. دكتور فيل قام وقال له اهدأ وركز. اهدى بالله عليك، ضربة تانية واموت منك مش من ساو. المنشار نزل والاثنين استلموا المنشار واشتغلوا ينشروا نشرة ورا الثانية ورا الثالثة ومفيش حاجة بتحصل. فعرفوا انه اتضحك عليهم، بس ما كانش فيه غير حل واحد، انهم يقطعوا رجليهم. شاكل قال لفيل اقطع انت الاول. دكتور فيل قال له ليه ما تقطعش انت؟ ماشي انا هبدأ بس انت هتكون مرة. انا عمري ما اكون مرة. استنى. قطعت رجلي. وبعد ما خلص الشغل انا اكتشف انه دخل على ناحية غلط. انا مش عارف يعني زي ما حساش برجله وهو بيقطعها. ويلا بينا على المشهد الثالث. جيسو او الرجل المقنع اللي عمل 1000 عملية قتل بدون ما يفشل في ولا واحدة. اي حد يغلط معاه هتلاقي الفتحة بتاعته تاني يوم. بيقتل بدم بارد من دون ما يطلع ولا صوت. يعني لو زيت من الدنيا وعايز تنتحر روح له ما تخافش مش هتحس بحاجة. المهم صاحبنا الغلبان ده كان ماشي في الشارع وشافه وكان بيقرب عليه، فك سبرنت وراح اتصل على البوليس بسرعة، بس شكله جيسو مفك سبرنت وراه. الواد اخذها جري لحد ما لقى سلم فطلع عليه. بعد ما طلع لقى انه في نهايه مسدوده. اوه يا ترى الواد هيعمل ايه؟ انت دلوقتي معاك حل من الاثنين، يا اما تهرب باقصى سرعه يا اما تحاول تتفاداه تخش يمين في شمال عشان تعرف تعدي. قال لك لا انا هواجه. حلوة قوي دي. المعلم شايف نفسه مايك تايسون، خد ضربه ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه واشتغل يضرب ما بيوقفش. خلاص خلصت كده، جا دورنا. قمت مديله. الواد راسه بقى زي كرة السلة ودخلت في الزبالة بالظبط، بس الصراحة الواد شكله غلبان. يلا الله يرحمه. وبس كده نكون خلصنا كل المشاهد في الفيديو. ولو ما حطيتش لايك حط دلوقتي على طول ومع الاشتراك كمان. ولو عايزين النوع ده من الفيديوهات اكتبوا لي تحت في التعليقات. ورب تكونوا استمتعتوا ويلا سلام.